معانا مجموعتين. المجموعة الأولى اختاروا بالصورة أو اختاروا بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف وكمان هكتبها لكم على الشاشة. المجموعة التانية الصورة دي اختاروا برضو بالصورة أو بالحروف، هكتبها لكم على الشاشة وهسيبها لكم في صندوق الوصف. اول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك. انا شايفة ان انت في مرحلة فيها استقرار مادي كويس جدا، ناجح جدا في الجانب العملي بتاعك والجانب المهني، بتعمل انجازات، بتحتفل مع اصحابك، ولكن في نفس الوقت انت في جانب كده معين بيعكنن عليك الفرحة اللي انت فيها دي، بتحس ان انت فرحتك مش مكتملة، والجانب ده هو الجانب العاطفي. ممكن تكون حاسس ان انت مش واخد فرصتك فيه كفاية، ممكن تكون بتبكي او مشتاق او متحسر على شخص معين او مجروح منه او بتشتاق له، وكمان ممكن ما يكونش فيه شخص معين انت مجروح منه او مثلا مشتاق له. ممكن يكون بشكل عام ان انت حاسس ان انت مثلا مش بيجي الشخص المناسب لحياتك، نفسك تتجوز تعمل اسرة وتعمل عيلة، وحاسس ان ده حلم مش بيتحقق وان انت مش موفق فيه زي ما انت موفق في الجانب العملي بتاعك. في نصيحة ظهرت لك برضو ان انت تحاول تبص على نص الكوباية المليان، وتبص على الحاجات الحلوة اللي في حياتك وتستمتع بيها، وما تفكرش بطريقة سلبية او ما تديش انتباهك للامور السلبية اللي في حياتك. طيب اول حاجة هناخدها مواصفات الشخص القادم في حياتك. الشخص ده بيحمل او في صفاته كده في تناقضات، والتناقضات دي حلوة قوي، تناقضات بتكمل بعض، مش تناقضات بتخلي الواحد يبقى تحس ان هو مجنون مثلا او انا مش فاهمك، تناقضات ايجابية. يعني اول حاجة هو عملي جدا وفي نفس الوقت هو عاطفي جدا. ده تناقض او ميكس كده صعب تلاقيه في شخص، بس هو حلو قوي خصوصا لما يكون في راجل، لانه حلو قوي ان انت تتجوزي واحد يكون عملي، يقدر يوفر لك حياة واستقرار مادي وحياة كريمة، وفي نفس الوقت كمان ان هو يكون شخص مش بارد، يعني مش عملي بس كده اللي هو بارد كمان، لا هو عاطفي ومتفهم وحنون وبيحب يقعد يسمع الشخص اللي معاه ورومانسي. فمش هتحسي ان العملية بتاعته حاجة مملة او حاجة رخمة او ان هو بارد زي ما بقولك، بالعكس خالص. الشخص ده كمان عنده برضو صفة كده عكس بعضها، رغم ان هو حساس جدا. الشخص ده هتبقي وانت بتتكلمي معاه لازم تبقي على طراطيف صوابعك كده، اللي هو تتعاملي معاه بحذر، لان هو شوية حذر، شوية حساس قوي. اقل كلمة ممكن مش بطريقة عبيطة، يعني مش بطريقة اللي هو قماص، لا، بطريقة ان هو ما بيحبش حد يجرح كرامته او حد يقوله كلمة مثلا وحشة في حقه، بس في نفس الوقت هو مش نكدي. يعني دايما اللي عنده الصفة دي او الحساسية دي معروف انه بيبقى قماص ونكدي ورخم وسلبي، هو بالعكس خالص، هو كده وفي نفس الوقت كمان متحمس وايجابي وبينشر الايجابية اللي حواليه، يعني وانت معاه هتحسي بايجابية، هتحسي بطاقة حلوة. كمان الشخص ده من النوع اللي هو الشخص بيتكسر بسرعة، لا بالعكس، الشخص ده على فكرة يعني هتلاقيه ان هو مر بظروف صعبة كتير وبمواقف صعبة كتير، ومع ذلك هو صامد وعرف يواجهها، مش بيهرب، لا بيعرف يحل مشاكله، ودي برضو صفة حلوة قوي فيه. الشخص ده كمان حنون قوي، متفهم، حساس، بيدعم اللي معاه، مش شخص مثلا محبط او سلبي، لا بيدعم دايما اللي حواليه. وكمان شخص صبور، وهتلاقي ان الشخص ده دايما الناس بتحب تقعد تحكي له، ودايما تحب انها تفتح له قلبها، بتفتح له قلبها بسهولة. ده لان هو مستمع كويس جدا وحنون زي ما بقولك ومتفهم. ممكن يعني من الناس اللي لما تقعدي تتكلمي معاه تحس ان حد فاهمك، تحس ان الشخص ده فاهمك، مش قاعدة بتتكلمي مع حد مش فاهمك، ده هو كمان ممكن يفهمك نفسك. هو يعني خبرة قوي في الامور النفسية والامور اللي زي كده. كمان شخص واقعي، انا مش قادرة احس ان هو خيالي قوي، هو رومانسي لكن واقعي، يعني يعني مش حالم، هو رومانسي بس في نفس الوقت متوازن. الشخص ده كمان وضعه المادي حلو جدا، ناجح في حياته، غني، ممكن تلاقيه معاه فلوس كويسة وبيحب يستثمر دايما في فلوسه وبيحب يبادر وبيحب يخلق الفرص، وشخص ناجح، مش شخص مثلا متواكل او ان هو
عنده مثلا مشكلة في شغله يقعد بقى يحط ايده على خده، لا هو بيسعى للفرص وبيدور. شخص ناجح في حياته. الشخص ده كمان متوازن من الناحية الروحانية، مش متدين بطريقة متشددة، وفي نفس الوقت هو برضو بيحب التأمل وبيحب الأمور الروحانية، وبرضو بيؤمن بالعلم. فهو ميكس كده، اللي هو تحس انه بيحب كل حاجة. او هقولك يعني الوصف الدقيق للشخص ده، الشخص ده دايما تحس ان هو بياخد من كل حاجة احلى حاجة. يعني من الجانب الحساس بياخد التفهم والاحساس بالاخرين والرومانسية، بس ما بياخدش النكد. فاهمين قصدي؟ هو بياخد من كل حاجة الحلو فيها. بيؤمن بالعلم مش ضد العلم، وبيؤمن برضو بالتأملات والحاجات الحلوة دي، وبيؤمن بالدين. فهو شخص متوازن، وبصراحة صفاته حلوة قوي يعني. بجد الشخص ده انتوا محظوظين بيه. كمان الشخص ده كمان من صفاته او من عيوبه بقى، خلينا احنا قلنا كل مميزاته، عايزين نقول شوية عيوب عنده كده. هيبقى حذر شوية، بمعنى ايه؟ ان هو مش بيثق بسهولة في الاخرين. ممكن يكون مر بتجارب مش كويسة خليته حذر. ممكن تكون دي طبيعة في شخصيته، مش شرط يكون مر بحاجة وحشة. شوية متردد، تحس ان هو بياخد القرارات بصعوبة وبياخد وقت طويل على ما يعني على ما يستقر في قرار. يعني الشخص ده لو هو ما يعرفكش كويس، لو هو مش حد من الماضي مثلا وانتوا هتتعرفوا عليه جداد، فالشخص ده هياخد وقت شوية على انه ياخد خطوة الجواز، لانه زي ما بقولك هو متردد وحذر قوي. انا مش هقولك هو من الماضي ولا شخص جديد، لان السؤال ده انت اللي هتعرف اجابته بالمواصفات اللي انا هقولها لك. لو انت تعرف الشخص بالمواصفات دي يبقى ده شخص من الماضي او موجود حاليا. لو انت ما تعرفش حد بالمواصفات دي يبقى ده شخص جديد ان شاء الله هيخش حياتك في المستقبل. كمان من عيوبه ان هو بيتعرض للتوتر العاطفي بسرعة. يعني مثلا لو انت معاه في علاقة واهملته شوية هتلاقيه بيقلق قوي، يعني يقول مثلا هو انت خلاص بطلت تحبني. لو مثلا نقدته بشكل مثلا قاسي شوية ممكن يبدأ يتوتر ويقول هو انت بتكرهني، انت اكيد بتكرهني او كده يعني. حساس شوية. كمان الشخص ده قلق قوي، بيقلق او مش قوي يعني، بس عنده حتة القلق انت هتحسها فيه. طيب خلونا بقى نخش على النقطة التانية، وهي مشاعره تجاهك هتكون ايه. الشخص ده اولا هيحبك قوي، هيحبك وهيحس اتجاهك بشوية كده مشاعر. هوضحها لك اكتر. اول حاجة الشخص ده هيبقى حاسس ان هو فاهمك قوي من جواكي، وفاهم احتياجاتك، وفاهم احتياجاتك النفسية بقى، احتياجاتك العاطفية، احتياجاتك المادية. هيبقى حاسس ان هو مسؤول عن كل ده وفاهمك قوي بعمق. هو على فكرة اصلا شخص بيفهم الناس قوي، فما بالك بحبيبته بقى يعني. انا حاسه ان هو هيحبك الشخص ده. كمان الشخص ده هيبقى عنده رغبه كبيره قوي في ان هو يحميكي. يعني هتلاقيه مثلا بيقولك هو انتي اتاخرتي بره ليه، هو انتي رايحه فين. مش بطريقه انه يخنقك، ولكن بطريقه ان هو خايف عليكي. هاي روحتي ما روحتيش، عامله ايه دلوقتي. لو هو قريب منك هيجي ياخدك ويوصلك. هيبقى مهتم بيكي بطريقه انتي هتحبيها، مش بطريقه خانقه او كده. يعني ممكن يبقى شويه مثلا يبقى عنده الرغبة دي زيادة. مش عارفة صراحة هتبقى خانقاكي ولا لا، لان كل واحدة غير التانية. في بنات بتحب كده وفي بنات ما بتحبش كده. كمان الشخص ده هيبقى عايز يوفر لك الاستقرار المادي، مش بس الحماية والأمان، لا كمان الاستقرار المادي. هيبقى عايز يصرف عليكي، هيبقى عايز يجيب لك هدايا، يجيب لك احتياجاتك المادية. لو انتي مثلا ما بتتكسفيش وبتطلبي منه، هيبقى من الناس اللي هي مش بخيلة، لا هيبقى عايز يريحك قوي ماديا ومعنويا وكل حاجة. هتحسي ان هو متفاني كده في الاهتمام بيكي. يعني مش هقولك اب، ممكن يبقى ام كمان. هو مش لدرجة ام طبعا، بس انتوا فاهمين قصدي. انا قصدي ان هو هيبقى حنين قوي وبيرعاكي قوي. هو شخصية جميلة بصراحة، وحبه ليكي او مشاعره ليكي هتبقى حلوة قوي. طيب خلونا بقى نشوف الشخص ده نوايات تجاهك هتكون ايه، وهيبقى عايز ياخد العلاقة لانهي بعد. يعني اول حاجة انا زي ما قلت لك هو شخص بيحب ياخد الامور ببطء وبطيء واحتمال يكون برج ترابي او مائي. بس هو الشخص ده يعني ايه، هو هيبقى بيحبك وهيبقى بيحبك قوي، وهيبقى عايز علاقة جدية معاك، خصوصا علاقة عاطفية. يعني مش هيبقى بيتسلى، مش هيبقى بيكلمك وبيكلم 10 غيرك والكلام ده. هيبقى بيحبك قوي، بس هو هيبقى عايز وقت
هياخد وقت قوي على انه هو يتأكد ان انتوا فعلا تنفعوا كزوجين، وانه هو صبور، يعني بيحب ياخد الخطوات واحدة واحدة. فاهمين قصدي؟ هو ممكن يتأخر شوية في موضوع الجواز، زي ما قلت لك في اول القراية، هياخد وقت شوية في ان هو يحدد قرار انه كان يتجوزك ولا تأجلوا الموضوع شوية. كمان الشخص ده في مصير العلاقة، لما نيجي نسأل عن مصير العلاقة هنلاقي ان الشخص ده برضو نفس المشكلة، هو برضو بيحبك قوي ومقتنع بيك وانت بالنسبة له كل حاجة وجد معاك، بس هو برضو بيحب ان هو ياخد الامور ببطء قوي. بس انا حاسة ان احتمالية انكم ترتبطوا ببعض وتتجوزوا اكبر بكتير قوي من احتمالية ان انتوا ما تتجوزوش. ليه بقى؟ لان انتوا ما شاء الله هيبقى بينكم صراحة استقرار وتفاهم وحب وحاجات حلوة قوي، فهو هيبقى بس بياخد شوية وقت عشان ده طبعه. لكن لو انت قدرت بقى ان انت تحافظ على الاستقرار وان انت تقنعه بيك وما تخوفوش منك وتفضل محافظ على الحب كده والتفاهم بينكم، فاحتمالية ان الشخص ده لما يقرر يتجوز انت طبعا هيبقى ما عندوش اي مشكلة معاك او ما عندوش اي مشكلة في الجواز منك انت بالذات، بالعكس. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 1. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2. اول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك. اول حاجة انا شايفة حد ما شاء الله حاسس بالرضا، رضا عميق كمان، مش مجرد رضا كده بس. شخص قدر يحقق امنياته واهدافه الشخصية. كمان شايفة شخص عنده قوة فظيعة جوه، قوة داخلية وشجاعة وقدرة على انه يتحكم في عواطفه وان هو يقدر يتغلب على اي تحديات بتقابله بثقة. ما شاء الله انت شخص قوي جدا، انت اصلا في طاقة حلوة قوي. كمان شايفة ان انت عندك في الطاقة الحالية وضوح كبير قوي في التفكير، كأنك عارف انت عايز ايه وانت مش عايز ايه وحابب ايه وايه طريقك. فانت بصراحة طاقتك حلوة قوي، يعني ما شاء الله عليكم يا مجموعة رقم 2. فلو انطبقت معاك الطاقة كمل القراية، لو ما انطبقتش اسمع المجموعة الاولى. خلونا بقى ناخد مواصفات الشخص القادم في حياتك. اول حاجة الشخص ده شخص مش تقليدي، شخص مختلف شوية، تحس ان هو مختلف عن اي حد تاني. لو انت يعني ممكن يكون عنده شوية افكار مطرقعة كده، فلو انت مش شخصية تفكيرك خارج الصندوق، مش بتفكري خارج الصندوق، يعني تفكيرك تفكير تقليدي، بتؤمني بالعادات التقاليد، شخصية يعني تفكيرك زي الأغلب أو زي العامة، هيبقى بالنسبة لك الشخص ده غريب وممكن يكون مخيف كمان لبعضكم. مخيف مش بمعنى مرعب، لا، مخيف اللي هو ايه، انت بتقول كلام غريب، انت بتقول كلام غلط، انت بتقول كلام حرام، انت بتقول كلام ما ينفعش، انا اتربيت عكس كده. هيبقى عنده شوية افكار غريبة، يعني منفتح شوية، او على الاقل مش مسألة منفتح او منغلق، هو مسألة ان هو بيفكر بطريقة مختلفة. يعني مثلا كل الناس بتتجوز وبيعيشوا مع بعض، هو ممكن يجي يقولك على فكرة انا مؤمن ان احنا ممكن نعيش مع بعض من غير جواز، ليه لازم نتجوز؟ احنا ليه ما نعيش زي الاجانب مثلا؟ هو مش بالظبط هيقولك كده، بس انا بديكي امثلة. ممكن مثلا تلاقيه يعني شغلته نفسها شغلانة غير تقليدية رغم ان هو ناجح في شغله، يعني هو مش شخص مثلا بيشتغل اي حاجة كده وخلاص او فاشل بسبب افكاره الغريبة، لا، هتلاقيه مثلا بيشتغل شغلانات مش منتشرة، مش مثلا مش دكتور، مش مهندس، مش مثلا كده، لا، هتلاقيه بيشتغل حاجة غريبة وناجح فيها وشاطر فيها كمان. يعني قيسي بقى ده على حاجات كتير، هو عنده افكاره الخاصة وطريقته في التفكير. لو انت كمان شخصية افكارك مختلفة عن اللي حواليكي فانتوا هتتناغموا قوي وهتتبسطوا قوي وهيعجبك الشخصية دي. الشخص ده كمان شخصية مضحية، مضحية قوي، يعني هتحسي منه الحتة دي قوي، ان هو ممكن يكون بيجي على نفسه او بيضحي بحاجات كتير علشان خاطر اللي حواليه وعلشان خاطرك. كمان الشخص ده من النوع اللي هو روحاني قوي. هم عموما كل الروحانيين تفكيرهم بيبقى غريب شوية، بيبقى خارج الصندوق، بس هو فعلا روحاني الشخص ده. وكمان تحس ان هو حد حلو، يعني حد اسلوبه حلو، شخصية لطيفة، شخص حنون، شخص كريم.
هيبقى كريم كمان في عطائه، يعني هو ناجح في شغله وعنده فلوس كويسة على فكرة، وهيبقى كريم معاكي في الفلوس، وهيبقى كريم معاكي في حياته، يعني هيبقى معيشك حياة كريمة. رغم ان هو روحاني الا ان هو برضو عملي، هو مش شخص روحاني خيالي بس، لا هو عملي كمان، وبيبقى دايما عنده اهداف وعايز يحققها. عارفين الناس اللي هي متوازنة بين الروح والعمل؟ هو كده، يعني لا هو في السماء ولا هو في الارض، هو بيدمج بين الاتنين. على فكرة الشخص ده شبيه قوي بالمجموعة رقم 1، فارجع اسمع المجموعة رقم 1، ممكن تلاقي حاجات او رسائل تكملك وتفهمك الشخص ده اكتر. كمان الشخص ده كمان عنده حماس، شخص حماسي، يعني حتى في علاقته في الحب هتلاقيه ان هو بيعبر عن مشاعره بحماس، مش شخص كتوم او شخص مثلا ما بيحبش يقول الكلام الحلو علشان ما يبانش انه ضعيف، مثلا بيخاف يعبر عن حبه، او مثلا عنده مشاكل وعقد او حاجات مجروح منها فبالتالي قافل على قلبه. لا هو مش كده خالص، هو شخص بيفتح قلبه قوي في الحب وبيعبر عن مشاعره، وجريء وجريء بطريقة ان هو مش خايف من حاجة، هو مش بيخاف من ان هو يظهر مشاعره من حاجة، بالعكس هو شخص حلو، ودي طبعا ميزة حلوة جدا هتوفر عليك حاجات كتير. ولكن برضو الشخص ده من عيوبه ان هو بياخد الامور بتأني وبطء، وبرضه هيكون صعب ان هو ياخد العلاقة معاك يعني ممكن يكون سريع في ان هو يعترف لك بحبه، ممكن، بس مش هيبقى سريع بان هو يتجوزك. وممكن كمان ما يبقاش سريع في اعترافه بحبه على فكرة، يعني انا قصدي ان هو حتى لو خدته الحماسة، لان هو متحمس، شخص عنده حماسة، فلو خدته الحماسة بقى واعترف لك بحبه بسرعة ما تفرحش، لان هو برضو هياخد امور الجواز ببطء. طيب خلونا بقى ناخد تاني حاجة، الشخص ده هتكون مشاعره تجاهك ايه لما يشوفك او لما يعرفك؟ هو واضح كده بقى من مشاعره ان الشخص ده من الماضي، احتمال كبير لبعضكم هيبقى من الماضي، بس انا هقولك الاحتمالين سواء من الماضي او من الحاضر. لو الشخص ده من الماضي وكان في بينكم علاقة وتم الانفصال، فهو طبعا هو المفروض هو اللي قادم ان شاء الله في حياتك. الشخص ده هيبقى عنده مشاعر، كأنه مشتاق ان هو يسيطر على العلاقة وتنجحوا فيها وتتقدموا مع بعض لقدام. مش سيطرة بمعنى وحش، سيطرة بمعنى ان هو يعني يظبط الامور بينكم وترجعوا تاني لبعض وترجعوا بتطور. يعني هو مش هيبقى عايز ان انتوا ترجعوا عند نفس النقطة اللي انتوا وقفتوا عندها، لا بالعكس، الشخص ده هيبقى عايز ان هو يحول اي موقف صعب او اي مشاكل حصلت بينكم سببت في الفراق ان هو يصلحها وترجعوا تاني مرة تانية بشكل افضل من الاول. الشخص ده كمان عايز يستثمر في العلاقة، هيبقى عايز يستثمر في العلاقة معاك، وان هو يحاول يعني ايه يدي اهتمام في العلاقة دي، ولو هو مثلا كان في الاول مهمل فيها او مثلا اتعامل معاك باستهتار، هو مش هيبقى عايز كده ابدا. الشخص ده هيبقى عايز يجي ويبقى عنده رغبة ان هو يخلي العلاقة دي تتطور وتبقى طويلة الامد بقى، يعني تبقى مع بعض. مش هقولك جواز او لا، لانه لسه هنكشف على النوايا بتاعته ولسه هنكشف عن مصير العلاقة، فمش عايزين نستبق الاحداث. خلوني بقى اقول لكم برضو نقطة مهمة، لو انتوا الشخص ده جديد عليكم مش من الماضي، فالشخص ده هيبقى في الغالب مر بتجربة، هيبقى لسه خارج برضو من علاقة ليها علاقة، مثلا ان هو كانت علاقة ما كانتش قليلة على فكرة بالنسبة له، ممكن تكون كانت خطوبة كمان، ممكن كمان تكون كانت مش جواز، او مش حاسة ان هي هتبقى جواز، بس هتبقى علاقة استمرت مدة طويلة، يا اما علاقة كانت خطوبة. الشخص ده هيبقى برضو عنده شوية ان هو متردد او قلقان من الحتة دي، وكمان هيبقى عنده رغبة في ان هو عايز بقى ايه، مصدق انه لقاك. عارفين اللي هو ممكن كمان يكون بيحاول شوية ان هو ينساك او ينسى الشخص التاني بيك انت، بس مش بنية وحشة، يعني هو مش هيبقى بيستغلك، مش اللي هو اي حد قصاده جه فيلا انا هنسى بيه الشخص التاني، لا هو مش بيعمل كده، هو لقى فيك حاجة هتخليه بجد من جواه ينسى الشخص التاني، لانه لقى فيك حاجة حلوة، حاجة هو بيحبها، فهتبقى انت بالنسبة له فرصة حلوة، هيبقى عايز يستثمر قوي في العلاقة معاك، لان انت هتبقى بتخرجه من مشاعره الوحشة، وفي نفس الوقت كمان
هو زي ما بقولك كده، هو بجد نواياه حلوة معاك، او من ناحية مشاعره لسه ما دخلناش في النوايا، مشاعره هتبقى صادقة معاك، مش مسألة استغلال. طيب خلونا بقى نشوف نوايا الشخص ده اتجاهك هتكون ايه. طيب هو واضح كده ان انتوا هيبقى في بينكم شوية تحديات في العلاقة دي. لو انتوا الشخص ده من الماضي، فانتوا بالفعل هتبقوا عارفين ايه التحديات دي وايه المشاكل اللي ممكن تكون واقفة قدامكم. بس انا مش شايفة ان المشاكل هنا كبيرة لدرجة ان انتوا ما تعرفوش تتغلبوا عنها. مثلا انا شايفة ان هي مشاكل عادية ممكن توصل يعني بالتفاهم، وانكم تتكلموا مع بعض بصراحة وتوصلوا لحلول وسط ترضيكم انتوا الاتنين. انا شايفة ان انتوا بالطريقة دي ممكن تتعاملوا وتعدوها. فهو هيعمل ده. على فكرة نوايا الشخص ده اتجاهك سواء بقى من الماضي او جديد، الشخص ده هيبقى عايز استقرار معاك، هيبقى عايز ان انت يعني يرتبط بيك ارتباط حقيقي وصادق، وكمان هيبقى مستعد، عنده كل الاستعداد ان هو يتعامل مع التحديات اللي هتقابلكم، يعني حتى لو دخلت شوية وقت، بس هو دي نواياه. يعني هي هتبقى نواياه كويسة، انا مش شايفة نوايا وحشة من الشخص ده. فخلونا نشوف بقى مصير العلاقة هتكون ايه. هل هتكون متوافقة بجد مع نواياه، ولا في حاجة هتتغير يعني؟ بصوا، هو موضوع مصير العلاقة في المجموعة التانية على فكرة زي ما بقول لكم انتم متشابهين قوي 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 مع المجموعة الاولى، ارجعوا اسمعوها. هو برضو مفتوح، يعني هو برضو مصير العلاقة هنا مبني على شخصيتكم انتم وعلى مدى التوافق اللي هيكون بينكم وبناء الثقة اللي هتكون بينكم. بس احتمالية الجواز كبيرة قوي في المجموعة دي برضو. فبس يعني دي كل حاجة. مجموعة رقم 2، اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة.